فأرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. وتثمينا بالمجلس العلمي لهؤلاء السادة المحاضرين سنقدم لهم شهادات لا بد وأن تضاف إن شاء الله تعالى إلى منفذهم العلمية، لكي تكون ذكرى إن شاء الله تعالى تشيد بالعودة الموفقة إن شاء الله تعالى قريبا إلى هذا المجلس لندوات أخرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الندوة المباركة وهي الندوة الثانية في سلسلة الندوات التي يعقدها المجلس العلمي المحلي بإقليم دريوش. أننا عقدنا العزم إن شاء الله تعالى أن نعقد كل سنتين ندوتين، إحداهما وطنية والأخرى دولية. فهذه الندوة الوطنية الثانية هي ندوة تصب في المنظومة العامة لسياسة المجالس العلمية المحلية بالمملكة الشريفة، بحيث إن كل مجلس عليه أن يظهر طاقاته وعلومه وعلماءه وأعلامه ومدى مساهمتهم في بناء صرح تاريخ المغرب العريق والعظيم. ونحن في المجلس العلمي المحلي بإقليم دريوش نسير في هذا الاتجاه العام الذي يصدره المجلس العلمي الأعلى. ففي هذه الدورة نجد بأن هناك استمرارا للندوة الوطنية الأولى. فالأولى كانت تتعلق بإقليم دريوش وجذور الفقه المالكي في القرن الإسلامي، الجذور والامتداد. واليوم قمنا بإذن الله سبحانه وتعالى بالاستمرار على هذا النهج، بحيث إننا حاولنا أن نعرف بأعلام الريف وما ألفوه من مؤلفات ومخطوطات، التي منها ما هو مفقود ومنها ما هو محقق ومنها ما هو ينتظر التحقيق. لذلك فإننا قمنا بالتعريف بما يمكن أن يسمى بجغرافية العلم والعلماء بإقليم دريوش. فعندنا مجموعة من المراكز العلمية التي كان لها وقع متميز جدا في تاريخ المغرب، مثلا إيجار ماوس، حيث قدم الأستاذ حسن فيه المؤرخ المعروف عرضا متميزا للغاية عن تاريخ العلم والعلماء بهذه المنطقة في ما بين القرنين السادس والتاسع. وكذلك ما يتعلق بمناهج التأليف عندنا في إقليم دريوش، حيث إن الدكتور مصطفى غديري تحدث عن مناهج التأليف عند علماء الريف من خلال نماذج مخطوطة أو نماذج مطبوعة، بالإضافة إلى التعريف بعلماء مغمورين ولكن كان لهم صيت وبيوع في تاريخ المغرب في القرن السادس. مثلا كالبحث الذي تقدم به الأستاذ الدكتور محمد البركة في التعريف بأحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله، وهو أبو عبد الله الخميء النكوري، حيث إنه كان قاضي الجماعة على عهد المرابطين، وكان له مؤلفات وإن لم تصلنا أو ربما كانت عبارة عن فتاوى ومحاضرات أو ما يسمى بالأمالي قديما. كل هذا الندوة تحاول أن تؤرخ له وأن تعطي نبذة عامة ولكنها متخصصة وأكاديمية عن تاريخ العلم والعلماء بهذه المنطقة، لأن إقليم دريوش هو إقليم في الواقع غني فيه مراكز علمية متجذرة في تاريخ المغرب، مثلا مسامان ونكور، إيجار ماوس، تفرسيت وأنوال وأمجو، كلها مناطق كان لها إرث علمي متميز ساهم من خلاله العلماء في هذه المنطقة في بناء النسيج الحضاري للمغرب، لأنها دولة الحمد لله عريقة لها أصول متجذرة في التاريخ الإنساني كله. فلا بد وأن نظهر مدى مساهمة إقليم دريوش في إثراء هذا النسيج العلمي والحضاري والثقافي والفقهي للمغرب، حتى نكون إن شاء الله عز وجل عند رضا الله سبحانه وتعالى في إظهار هذه الكنوز الدافنة، وعند رضا بلدنا المغرب الذي تساهم كل مناطق كما ساهمت قديما في إثراء نسيجه الحضاري والثقافي، وأن نكون عند حسن ظن مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس العلمي الأعلى لكي يظهر
كل إقليم وكل مجلس علمي محلي مدى ما عندهم من المخزونات العلمية والفكرية والثقافية التي ساهمت في بناء الحضارة المغربية العريقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. مؤرخ وباحث حاليا بمديرية الوثائق الملكية. بطبيعة الحال نحن نوجد في مدينة الدريوش التي لها إقليم جديد، إقليم فتي ونشيط، وفي ضيافة المجلس العلمي المحلي بنفس المدينة جئنا لحضور وللمشاركة في ندوة علمية مهمة جدا بحضور عدد من الأساتذة وبعدد من المواضيع التي تهم تاريخ المنطقة، تاريخ الريف الشرقي وتاريخ الريف بصفة عامة، ولكن دائما في موضوع الحياة العلمية. نريد أن نتعرف على ما اختزنته هذه المنطقة منذ القديم إلى يومنا هذا من الوجود العلمي للمنطقة، لكي لا يقال على أنه ليس هنالك أي علم، بل على العكس من ذلك البحث التاريخي والبحث الذي هو نقي وناصح للحياة العلمية يثبت على أن المشاركة العلمية لهذه المنطقة موجود سواء محليا وسواء خارج الإقليم، ولا سيما في العواصم المغربية مراكش وفاس، ثم العاصمة الغرب الجزائري تلمسان، وغيرها من المدن والنواحي التي ما يزال البحث غائبا عنها في جهة أخرى. أنا أريد أن أؤكد على ما أعرفه وشاركت به في هذه الندوة. الموضوع الذي شاركت فيه والحضور المواسي في الساحة العلمية بمدينة فاس وتلمسان، وذلك مثل ما حدده البرنامج من القرن السادس الهجري إلى القرن التاسع الهجري كما حدده. هنالك فرص أخرى إن شاء الله ستأتي للكشف عن المزيد من الحياة العلمية. أعود إلى الموضوع الذي أنا بصدده، فالبحث التاريخي البحث التاريخي هو الذي أنتج ما أقوله، وهو أن الحضور الريفي، الحضور إيار مواسي، ونسيت أن أقول على أنه إيار موس هو معهد من المعاهد الكبرى التي سبق في الدورة الأولى من الندوة المنظمة من طرف المجلس، التي تهتم بدراسة المتوسطة، ليست فوق الكتاتب القرآنية وفوق حفظ المتون، تهتم بالدراسة المتوسطية المؤهلة للقرويين، للدخول للولوج إلى القرويين. فثبت في التاريخ على أن هنالك مجموعة كبيرة ومهمة من العلماء الذين أتموا الدراسة في إيار مواس، معهد إيار مواس في بني توزيد، وحينئذ التحقوا بفاس أو تلمسان للدراسة في القرويين، للدراسة أيضا في مسجد تلمسان. ولكن المهم على أنه أصبحوا حينئذ بعد ذلك أصبحوا أطرا علمية مشاركة في العلوم الحاضرة بمدينة فاس أو تلمسان. أنا استعرضت بعض العلماء، ونقول العلماء أنهم مدرسون للدراسات العليا في الفقه والقراءات القرآنية، كذلك في الفقه وحتى في الرياضيات. وأصبح هذه الأطر العلمية قائمة بوظائف
مهمة عالية في مدينة فاس أو تلمسان. وأقول من جملة من هذه المناصب القضاء والإفتاء والتدريس في القرويين وفي جامع الأندلس. فكل ذلك هذه خلاصة على أن أعطى لنا البحث فكرة أولية، لأننا نحتاج إلى المزيد من البحث للكشف عن أمور أخرى، للكشف عنها، على أن كان لعلماء الريف وزن مهم علمي في هذه المدن، في هذه العواصم. سيأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة، الدورة الثالثة التي سنكتشف من خلالها أيضا مواهب أخرى مهمة إن شاء الله. وكل أختم به على أن هذه الندوة قد أعطت ثمارها، والحاضرون فيها والمشاركون هو من المستوى الأكاديمي العلمي، وهذا هو المعتبر الجديد، لأنه لا يمكن أن تكون هناك مقارنة لتجارب مقبولة متوسطة، ولكن الأساس هو البحث العلمي الذي يدوم والذي يعتمد على أسس وجذور مهمة. فنهنئ المجلس العلمي المحلي بدريوش بهذه الفكرة وبما النتيجة التي توصل إليها، وشكرا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى الغديري، أستاذ باحث بجامعة محمد الأول، مشارك في هذه الندوة العلمية التي نظمها المجلس العلمي المحلي بدريوش في موضوع أثار العلماء الريف على الحركة العلمية في الغرب الإسلامي من القرن الخامس إلى غاية القرن التاسع الهجري. فإذا الندوة كلها كانت تتمحور حول أثار علماء الريف. لم نعد نهتم بموضوع علماء الريف هل يوجدون أم لا يوجدون، إنما الآن ما هو أثر هؤلاء العلماء في الغرب الإسلامي. تعلق الأمر بالمغرب والجزائر وتونس، ما يسمى بشمال أفريقيا، أو الأندلس، وما يصطلح عليه قديما بالغرب الإسلامي. إذا ما هو أثرهم؟ هذا الأثر يتجلى أولا في كراسي العلمية في مختلف الجامعات والمساجد ومراكز العلم في المغرب الأقصى والأوسط وغيرها. هذا جانب. الجانب الثاني أثرهم يتعلق بالتآليف، المؤلفات، المدونات، الكتب التي ألفها علماء الريف واستفادوا منها في جميع ربوع الغرب الإسلامي، سواء تعلق الأمر بالمغرب أو بالأندلس أو بدول أخرى بشمال إفريقيا. إذن هذا هو الموضوع العام. طبعا هذا الموضوع العام جاء في سياق الندوة الثانية. كانت الندوة الأولى من أثار يعني علماء الريف أو المذهب المالكي أو التأليف حول المذهب المالكي ابتداء من القرن الثالث إلى القرن الخامس. فأراد المنظمون أن يستمروا في هذا السياق وفي هذا المجال للتعريف بعلماء الريف وبأثرهم، سواء تعلق الأمر داخل وطنهم أم خارجه في منطقة ربوع الغرب الإسلامي. إذن هذا هو الموضوع العام للندوة، والتفكير جاري إن شاء الله سيستمر في هذا السياق إلى أن نصل الحركة العلمية على الدولة العلوية. فإذا هذا هو السياق العام. بالنسبة للمداخلة كانت تتعلق بسؤال منهج البحث العلمي عند علماء الريف من خلال نماذج من المؤلفات سواء المخطوطة منها أو المطبوعة. فكما قلت سلفا يعني لا أريد الآن أن أبرهن على العلم والعلماء في الغرب الإسلامي، وإنما أن نبرهن على منهجهم في البحث والتأليف. فحاولت من خلال هذه المداخلة المتواضعة أن أجرب وأن أقوم بتجريب منهج البحث العلمي على مجموعة من المؤلفات. ويتعلق الأمر بثلاث كتب بطبيعة الحال، ثلاث كتب تختلف في مشاربها العلمية وفي أيضا حتى في مقراتها على مستوى الريف. فاخترت أن يكون المقصد الشريف
للباديسي وهو من المغرب الأوسط، واخترت أيضا الممهد الكبير لابن الزراء الوريغلي من كور، ثم عيسى البطوئي من الريف الشرقي أو من إقليم الدروش. فوصلت في النتيجة من خلال استقراء هذه الكتب ومناهجهم إلى أن هؤلاء العلماء كانوا متمكنين من منهج البحث والتأليف، معناه أنهم كانوا يمارسون الكتابة بنوع من الاحترافية العلمية، فكانوا دائما يضعون أنفسهم في الصورة، ماذا يريدون أن يكتبوا ولماذا يكتبون وكيف يكتبون وما هي المراجع التي كانوا يعودون إليها، لنصل الخلاصة بأن منهج هؤلاء منهج علمي متكامل في البحث والتأليف على غرار المناهج العلمية عند علمائنا قديما وحديثا. إذن هذه النتيجة التي وصلت إليها، وأن هؤلاء كانوا متمكنين من منهج البحث العلمي وكانوا واعين ب سعيد بن حمدة، أستاذ التعليم العالي في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس. هذه الندوة تأتي في إطار انفتاح المجلس العلمي المحلي بالدريوش على محيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وخاصة ما تعلق بالجانب التاريخي باعتبار أهمية الذاكرة في الحاضر ورسم ملامح المستقبل الثقافي للمنطقة وللمغرب ككل. موضوع المداخلة الذي أسهمت به يتعلق بمنهجية الباديسي الحياة العلمية بالريف، انطلاقا من أهمية التصوف في تاريخ المغرب وفي تاريخ المنطقة، انطلاقا من القولة المأثورة في المصادر الوسيطية أن باديس مقبرة الصالحين، وانطلاقا أو على أساس هذه القولة أخذت كتاب المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء المنطقة. وقيمة الكتاب أنه يؤرخ للمنطقة من منظور شمولي، ومن ثم فهو يجمع بين المحلي والشمولي في تاريخ التصوف بالمغرب، وفيه دلالات تاريخية للتحولات التي عرفتها المنطقة خلال المرحلة الانتقالية بين نهاية الدولة الموحدية وبداية الدولة المارينية، إضافة إلى عنصر القرصنة التي كانت تقوم بها السفن المسيحية في البحر الأبيض المتوسط، وعنصر القبائل العربية الهلالية التي كان لها دور أساسي وقوي في المنطقة. ومن ثم ستبرز جهود الأولياء في محاولة إعادة رسم ملامح بلاد الريف، وهذا ما نستشفه من الأدوار التي قام بها الأولياء في هذه المنطقة، حيث تأتي كرامة تثبيت الأمن وفك الأسرى على رأس الكرامات التي يثبتها الباديسي في مقصده، كما أنه يعطي صورة مشرقة للمرأة في هذه المنطقة من خلال اعتماده على إحدى الروايات الشفهية لإحدى نساء هذه منطقة الريف، ثم المهن والحرف التي امتهنها أولياء الريف، إضافة إلى وتركيزه على التصوف ما بين أبي مديان شعيب الغوث وأبي داود مزاحم، وهذا يحيلنا على السند الصوفي الذي كان سواء في بلاد الريف أو بمنطقة أو بالمغرب عموما، نظرا لأهمية الرجلين المذكورين في تاريخ التصوف بالمغرب. فأبو مديان الغوث هو أحد أقطاب التصوف بالمغرب إذا أخذنا السند الصوفي وتاريخ التصوف من الجنيد إلى أبي الحسن الشاذلي. وأبي داود مزاحم هو من أقام زاوية بسمسمان، وأن أبا داود وأبا مدين قد التقيا في الأندلس، وجاء كلاهما إلى المنطقة وأقام زاوية بالمعنى الاجتماعي تخرج منها موردون الذين شكلوا الرأس المال الرمزي والاجتماعي الذي اعتمدت عليه بلاد الريف، علما أن التصوف يشكل أحد ثوابت المغرب ككل، انطلاقا من قول ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك